في نعيم وسعادة. كلنا يبغي نعيما، كلنا يبغي استزادا، كلنا يشتاق ربا راجيا حسن الوفادة. كلنا يبغي نعيما، كلنا يبغي استزادا، كلنا يشتاق ربا راجيا حسن الوفادة. طالما يرضي إلها في رضاه والاستفادة، طالما يرضي إلها في رضاه والاستفادة. قد خلقنا قد خلقنا قد خلقنا للعبادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة. إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة. قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة. إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة. ورضا الرحمن دوما في دؤوب لهوادا، طالما نرضي إلها في قيام وعبادة. ورضا الرحمن دوما في دؤوب لهوادا، طالما نرضي إلها في قيام وعبادة. في جهاد للنفس حقا دون عجز أو بلادة، في جهاد للنفس حقا دون عجز أو بلادة. قد خلقنا قد خلقنا قد خلقنا للعبادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة. إن أطعنا الله السلام على عباده الذين اصطفى وبعد. ولا ليال مؤتمركii tobnaad ee jaaliyadaha Scandinavian ee islaamiga ah ay qaban jireen isla markaana ay ku aadan maantay hijriya ahaan 1423 Rabiicul Aakhir 25 waxaan idinku soo dhaweynaynaa muxaadaradii shanaad ee mu'tamarkeena iyadoo muxaadaradaasi ciwaanka ay xambaarsan tahay uu yahay sharafta qofka mu'minka ah. waxaa soo jeedin doona fadiilatu sheekh maxamed rashaad oo wada garanaysaan. waxaan Allah subxaanahu wa ta'ala weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwii maqla ka faa'iideysta weeleeya kuna waana qaata. sheekhana waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan falyatafadal mashkuuran. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخلق والأمر وإليه المرجع والمصير. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، انت كدنبو ولا لها رجي مسلم رجي دمر وماشي سوي يا مسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. سلامتك بعد إسلامك موضوعا كهذا الدونو وأن كسوق قادم دون النقط، أما حبنا يرير أن كسوق قادم دون وعز المؤمن أما عزة المؤمن. آياتها سؤال القرآن كما كان قدال أفيري بقول إيو طبان إيو كو آيادات آيا عز المؤمن سوق قادم بقول إيو طبان إيو كو آيادات والقرآن كمد. أحاديث عن سوق هذه أما أثر هذا أما حديث هذين وحي نقونيان أفر يلباتن حديث.
waxaan doonayaa marka 111 aayadood iyo axaadiistaas kulligood markii lagu daro tacaariifta ay culamaa ulmuslimiin ka bixiyeen ma wada qaadi doono haddii alla yidhaahdo marka sidaa darteeda qaar badan oo ka mid ah waa aan ka tegi doonaa waan soo gaagaabin doonaa qaar badanna xooga waan rakisi doonaa kelimadda la yidhaahdo alciz luqa ahaanta markii la yidhaahdo ama loo noqdo waxay ka timid kelimadda la yidhaahdo cazaza ayay ka timid luqada xaggeeda caza yacizu cizatan wa cizan wuu qaali noqday wuu qaalib noqday marka meel kastaba ha ka timaadee kelimadda asalkeedu waxay tusinaysaa xoogga iyo adadkaanta iyo ka sarraynta ama ka qaalib noqoshada laga qaalib noqdo iyo qasbinta waxa la qasbiyo calaa shiddatin wa quwatin wa qalabatin wa qahrin intaasoo dhan ayay kulmisaa sida aad u tidhaahdid dhulkaani ardun cazaazun sidaad u tidhaahdid oo kaleeto ay sulbatun dhulku markuu adag yahay waa cazaaz waa sulbi baa la yidhaahdaa hilibku markuu adag yahay oon la cuni karin ama adag yahay u baahan yahay in la jilciyana waxaa la yidhaahdaa tacazaza allaxmu asalkeeda kelimadda marka meeshay ka timid markii la fiiriyo casiiz alladii yaqharu walaa yuqhar waa qofka asaga wax qasbiya oon la qasbi karinin weeye إلهي سيداس القرآن كي سكير في وإنه لكتاب عزيز سورة فصلت وإنه لكتاب عزيز إن لجارا كتابك وأدكتهي أسقوك لإن لهلانا وأدكتهي معنى سوا سداوي إن لجارا وأدكتهي أسقوك لإن لهلانا وأدكتهي مركز سيدا درت هذا ابن المنظور وأسقوك كهد لي مركو عرفي العز خلاف الذل عزيز قفكو أي مركل ليه هو قفا لدلينوي دلق عكس كذا ويعزكو مركل فيريو حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أيو نبي عائشة ويدي عليه الصلاة والسلام هل تدرين لما كان قومك رفعوا باب الكعبة عائشة موقتها يقوم كاغو قوم كاغان قريش waxay iridda kacbada kor uga dhigeen oo meelan qofku gaari karin uga dhigeen ma garanaysaa buu yiri qaalat la ma ogi bay tiri nabigu marka wuxuu ku yiri qaala ta'azzuzan alla yadkhulaha illa man aradu kibr yeesqaad qaadid dadka ay ku adkaynayeen darteeda si aan qofayna iyagu doonin aanu u gelinin bay kor ugu qaadeen buu yiri kolka cizada asalkeedu waxaan iri waa xoogga iyo adkaanta iyo qaalib ahaanshaha ayaa loogu maqan haddii la kordhigo oo la yiraahdo azza ya'azzu haddii la yiraahdo waa markii wuxuu ay adkaadaan ida ishtadda azza ya'azzu wa huwa rajulun azizun ay rajulun mani'un nin aan la gaari karinin ama aan la qasbi karinin la yuqlab wala yuqhar lagamana adkaado lamana qasbi karo wixii la doon laguma qasbi karo azza ya'izzu hadii la yiraahdee la hoos dhigo caynta la hoos dhigana shaygii naadirka noqdo ayaa loogu dhaqmaa oo aan badnayn shaygaasu aziizu ugu yahay macnaha waa yar yahay weeyaan aziizun qalla shay oo naadira shaygaas waa qaali maxaa yeelay lama helo waa macduun ayay Soomaalidu yiraahdaan إلهنا سبحانه وتعالى قرآن كيس وحكول يهي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين دين عود وكو أدقي وكو قلف سنيه قال هذا مركي لفيريو وأنا أتشلع سنيه الرحمة بدان بقولي يهي مؤمنين تمركي لفيريو سيداسو شاعر كيري بيض الوجوه كريمة أحسابهم في كل نائية عزاز الآنفي هدي لي رهدو أعز الرجل ننكي وقوي ويا وحوجي وملك أعز قال الفرزدق
markuu ka hadlay shaacirkii farasdaq samada ina alladii samaka asamaa lana banaa lana baytan dacaa'imuhu acazu wa atwalu sidaas ayuu ku yidhi ilaahay samada dhisay oo kor u qaaday wuxuu noo dhisay biyuu guri ay tiirarkiisu dheer yihiin oy xoog badan yihiin sharafka qofku uu leeyahay masalada cinwaanka meesha dhallinyaradu ka soo qaateen sharafka meesha uu ku leeyahay qofka marka la yidhaha waa casiis ay tasharafa sharaf buu leeyahay waa qof maanta ma arkaysaa aan la dulaynin ilaahay qur-aankiisa marka wuxuu ku yidhi aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'miniin ayabtaguuna cindahum alciza faina alcizata lilaahi jamiica ilaahay sidaasuu suuratu nisaa ku yidhi cizada marka haddii la yidhaahdo waa xoog iyo reebitaan munaafiqiinta markuu ilaahay la hadlayay aayadda wuxuu ku leeyahay munaafiqiintu ma waxay ka doonayaan gaalada agtooda xoog iyo quwa miyay ka raadinayaan marka ay ka dhiganayaan weli oo ay ku tiirsanayaan oo dhabarka ay cuskinayaan ayagoo ka faanaya marka ama ka fogaanaya dadka mu'miniinta ama min duuni ahli aliimaan faina alcizata lilaahi jamiica cizada oo idil ilaahay baa iskale siduu qur-aanka ilaahay ku caddeeyey manacada iyo nusrada ilaahay xaggiisay ka ahaatay subxaanahu wa tacaala ilaahoo asaga aan la dullay karin ee xoog iyo quwadda asagu iskale iyo manacada may markaa ka samaystaan ilaahay may ka samaystaan ama mu'miniinta may ka samaystaan dhabarkooda iyo weli may ka dhigtaan si ilaahay iyaga u ciseeyo oo uga dhigo dad xoog leh oo quwad leh uga dhigo muraadka kaafiriinta markii la yidhaahdo halkan ilaahay marka uu leeyahay aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaa'a kaafiriinta halkan waxa weeyaan yahuud iyo nasaara iyo waxa lay wixii ayaga la halmaala oo maanta ayaga xoog bida xaggooda muraadka cizada halkaana waxa weeye in kaalmo la siiyo iyo xoog oo markaa diinta islaamka iyo rasuulkii saxaabadii mu'miniinta ay markaa kaga xoog bataan ayagu oo dhinacaas ay ugu adkaadaan ilaahay cizada uu iska leeyahay subxaanahu wa tacaala oo qur-aankiisa uu ku caddaynayo halabada oo qofku qaalib ka noqdo oo xoog bato iyo qudrada ilaahay ayaa lagu magacaabaa arrinta ayada cizada ilaahay baa loo tiiriyey subxaanahu wa tacaala rasuulka ayaa loo tiiriyey mu'miniinta ayaa loo tiiriyey sida suuratu lmunaafiquun soo aroortay walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yafqahuun ilaahay cizadiisa subxaanahu wa tacaala waa nusradiisa ama gargaarkiisa uu gargaarayo ka gargaar helayo acdaadiisa subxaanahu wa tacaala ilaahay gaalada asaga ayaa ka xoog badan asaga ayaana nasri diintiisa u haya hada jeeraale hadday cid kasta is aruursadaan ama xoog kasta iyo shawko kasta ay isku soo dubarritaanna ilaahay cizadiisa ka xoog badan ilaahay nusradiisa ka xoog badan subxaanahu wa tacaala waxa leeyahay waxay isu geystaan ayagoo dhabarka ay isgeystaan hadday aalays iska dhigtaan iyo hadday isku dhabar tiirsadaan intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala awood buu u leeyahay inuu baabi'iyo waxna aanu ka reebin sidan ilaahay ka rajaynayo inuu maalin maalmaha ka dhigo adillaa inuu ka dhigo ardada korkeeda cizada dadka mu'miniinta ee rasuulku uu leeyahay calayhi salaatu wassalaam waa inuu ilaahay diinta rasuulka uu ka kormariyo diimaha oo dhan kulligooda maxaa yeelay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala sidaas asagu ballan qaaday inuu maanta ma arkaysaa diinta rasuulka ama diinta nebi moxamed diimaha inuu ka kormariyo oo maanta ay noqoto walow kufaartuba ha kahdeene inuu maanta ma arkaysa huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaq liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha alkaafiruun wa fii aayatin walow kariha almushrikuun meeshay doonaanba ha joogeenay inuu ilaahay diinta nebi moxamed diimaha ay wataan dhan kulligood ka sara mariyo saasuu ilaahay ballan ku qaaday caza wajal nasriga maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala oo mu'miniinta u ballan qaaday waxa weeyaan inuu ayaga lifta ugu dambayda siiyo oo gacanta u geliyo marka cizada ilaahay uu leeyahay waxa weeye qahriga uu qahriyo ama qasbiyo asagu waxa leeyahay wixii asaga ka soo haray cizada rasuulka uu siiyana waxa weeye diintiisa inuu diimaha kale dhan kulligood oo ka sara mariyo cizada mu'miniinta siiyana waxa weeye inuu nusrada ayaga u dambaydiyo guusha ugu dambayda inuu iyaga siiyo marka iyagu ahal ay u noqdaan masaladaas marka waxay noqonaysaa dadka oo lagu tirtirsiinaya inay ilaahay ka dalbaan ciza subxaanahu wa tacaala min janaabi illaahi caza wajal iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inay u cararaan oo asaga ay hoos galaan addoonnimadoodana ay qiraan si ay u noqdaan ahal ugu noqdaan nasriga ilaahay subxaanahu wa tacaala
iyo walintidaami fi jumlati cibaadihi almu'miniin dadkaasoo ilaahay mu'miniintaahu nasriga asagu u ballan qaaday adduunyada iyo maalinta qiyaama labadaba imaamu axmed raximahullah xadiid uu rasuulka ka warinayo wuxuu yidhi ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal man intasaba ilaa 9 aabaa'in kuffaarin yuriidu bihim cizan wa fakhran fahuwa caashiruhum fi nnaar ninkii ku abtirsada buu yidhi 9 aabbe oo gaalo ah asagoo faan iyo ka raadinaya cizi iyo reer hebel ah asagoo ka raadinaya wuxuu ku yahay kii tobnaad buu naarta iyaga kula yahay buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas axmed shaakir ayaa taxqiijiyey cumdat tafsiir markuu xaqiijinaya tafsiirka asaga haddii aan soo gaabiyo kelmadda la yidhaahdo alciz waxay ka mid tahay min asmaa'i illaahi caza wajal ayay ka mid tahay siduu ibnulmanduur uu ku yidhi alcaziizu min sifaati illaahi caza wajal wa asmaa'ihi alxusna ومعناه الممتنع فلا يغلبه شيء ومتكاس عد كسر ري أو وحك غالب نقون كرآن جرنين وهو القوي الغالب على كل شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ابن الأثير في كتابه النهاية وحكير هو الغالب القوي الذي لا يغلب ومتك غالب كه وأسجع على غالب نقون كرن عد كسنا أسجو كغالب أودليه إمام الغزالي رحمه الله في كتابه المقصد الأسنى في أسماء الله الحسنى مركو شرحي أسماء إلهي سجاشن السجالكا معناها أو كسوقات وحوها العزيز هو الخطير الذي يقل وجود مثله وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه فما لم يجتمع عليه هذه المعاني الثلاثة لم يطلق عليه اسم العزيز يعني وحو يري وكان خطير كأبو يري أو يرادو أساق أو كالته هلتان كيس باهذا اللوقب أنا أي آد وأدكت هاي أو باهذا اللوقب عدك اللوقب أنا جرينين إلا جار أساق أمال لا يحاطي أنا أي أدكت هاي بوير فما لم يجتمع عليه هذه المعاني الثلاثة إذا لعدا كلا سنة سدح ثلاث معاني لم يطلق عليه اسم العزيز فكم من شيء يقل وجوده ما قال شيء يريه أسوأ كلا إن له ولكن إذا لم يعظم خطره ولم يكثر نفعه لم يسمى عزيزا هدي أنا خطر كي سؤال وينان نفع جنو أو نبضن لغمان مقعابه عزيز وكم من شيء يعظم خطره ولم يكثر نفعه لم يسمى عزيز وكم من شيء يعظم خطره ويكثر نفعه ولا يوجد نذيره انتو إذلبه وحو يري ما قال شيء اللي هلي كرا لكن أنا خطر كيسو بدنين نفع كيسونا أنا وبدنين مركي اللي اسكسو جبي مثلا قرحة أو كليتو باهيدا اللوقبة آذي وأدكته نفع جيدون وافر بدنيه لكن ولا جاري كراه إن لجارا ما أتك محايل ولو جده بالعين المجردة يلو جده أرضه أو كلا سيدا سو كليتو نفع جيد وافر بدنيه هي ما أنت ولا جاري كرا oo xaato waa lagu sameyn karaa ama waa la arki karaa maanta markaysa ayadoo kale in la helaana way adag tahay buu ku leeyahay على كل حال مركي كتاب كيسا وحاندين حوليا المقصد الأسنى في أسماء الله الحسنى نكي دون يا إمام الغزالي كتاب كيسا المعز من أسماء الله عز وجل أي كمتها أيضا الذي يهب العزة لمن يشاء من عباده كان أسقو عزك هبيو الروح دون أضومه سكميدا أهبي أسقه والعزيز من العباد هو كما يقول الغزالي من يحتاج إليه عباد الله عز وجل في أهم أمورهم عزيز وحالي أمريكا أضومه دون أباهين أيجا أي أباهين أضومها إلهي أمور تودرنا أي أباهين وهي الحياة الأخروية والسعادة الأبدية آخر حياة ذن إلهي أباهين سيدي الدنيا حياة ذن أباهين إلهي سبحانه وتعالى وذلك مما يقل لا محال وجوده ومتك وأذقي هيبو ليه إن لجارا أمن لها لا أسقع وكليته ويصعب إدراكه إن لها لا أمن لا يحاطيان ويأذقته وهذه رتبة الأنبياء صلوات الله عليهم ويشاركهم في العز من ينفرد بالقرب من درجتهم في عصره
انت وحا غاري كربو يري انبياء صلوات الله وسلامهم عليه كالخلفاء والعلماء خلفاء الراشدين تأي علماء دحلين أيقوا أنبياء دحلين وعزة كل واحد منهم بقدر علو مرتبته متكستانا عزك سوحوليه مرتبته انت ايسر ريسو عن سهولة النيل والمشاركة سلو جارو أيقا أما لو ذاكسدو وبقدر عنائه في إرشاد الخلق يسيدي دتك وهنونيا طريق حقا يقوتو سنيان وقال رحمه الله تعالى من رزقه الله القناعة حتى استغنى بها عن خلقه روحي إلهي قناعة أو كوارزاق إلى أو كدقتهم خلقك أو دن أو كدقتهم وأمد بالقوة والتأييد حتى استولى بها على صفات نفسه فقد أعزه الله في الدنيا وسيعزه في الآخرة بالتقريب إليه سداس أيكسو قبي قال الخطابي مركو كهذا أرنتا العز في كلام العربي على 3 أوجه مركي لسوق هذا كلمة دليل هذا العز واللغة العربية الله صوبان لقوا سدح وجه متكودن بيكل من يسابوير معناها وجوه الرياء معنى الغلبة والقهر إن لقى أتكادو عد كستا أمل قصبيه كاسوا مدوي سداس اللوير هذا كلمة عربية مركي استعمال جرين من عز بز أي من غلب سلب روحي كاغا غالب نقضى أما ضوضة كاغا غالب نقضى وحل بوكاقا تأسو وقوله تعالى وعزني في الخطاب مركي نكي أسو داود نبي الله داود وعزني في الخطاب أي غلبني في النقاش مركو إلى الدودي يضودي إيقات كاذي إن هذا له 99 نعجة مركو كاذي ولي نعجة واحدة معناها كليت وحويان معنى الشدة والقوة كقول الهذلي يصعب العقاب مركو كهذي بهالكليل هذا عقابك حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روثة أنفها كالمخصف سيدا سيكويري wuxuu ka yeelay bahalka oo dafada Soomaalidu ay tiraahdo wuxuu ka yeelay aziiza ayuu ka yeelay lianaha waxay kamid tahay jawaari waxyaalaha tayrka ah duula midka ugu quwada badan la ama ugu xooga badan la hada jaraale wal macna thalith an yakuna bi macna nafasati al qadr waxa qadriga ay leeyihiin iyo qiimaha ay leeyihiin in lagu magacaabo aziiz yuqaalu minhu azza shay'u ay ya'izzu فيتأول مركا والغو معنى يعمل حنبارا معنى العزيز على هذا أنه لا يعادله شيء شيء مركا هذا وشيء عزيز أما وقالي شيء كلا تولى صوبان دقو أما الله بربر دقاه ميا لمعنى هذا عد كستو كقيمة بتي محايل ونادر نادر مرة دي وحيهين قيمه دو وكدو وحيالها كليتو عزة الله عز وجل ابن القيم مركي وكهذي عزة الله عز وجل وحيري إن عزة المولى سبحانه متضمنة لهذه الأنواع السابقة كلها عزة إلهي سدح ذا النوع أو خطاب اللغة حق يدكسو عرفي انت بوي كل من يسابوير لماذا أن موضوع انت أوقاتنا يوم وحا أن وسي داريني محايا لي آياتها فهمي قوذا يا أحاديث فهمي قوذا أيا كحرا إن معاني ذو العداء يوم حيا لمدل ومعنى لحرر سنتون فيما بعد آيات كأن شيء سيدا درت إذا عزة القوة مركي لك هذا وحوى يبو يري الدال عليها من أسمائه القوي المتين القوي المتين متك حوق بدن لإيه أذك إيه على الله بكرين وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت midka loo tiiriyo weeyabu yiri ilaahay quwada oo dhan asaga loo tiiriyo oo aanan loo tiirinin cid kale to quwada makhluuqaadka aan loo tiirin karinin inkastoo ay weynaato izzatul imtina' tilabat fa innahu huwa al-ghaniy bi dhatihi ilaahay asaga ghani subhanahu wa ta'ala dhaatadiisa ghani ayu u yahay fala yahtaju ila ahadin ilaahay qof khalqiga kamida ama makhluuqaadka kamida u baahan yahay majru subhanahu wa ta'ala ولا يبلغ العباد ضره فيضروه أضومه إني دبان مكر كران أو مركا يدب جارسيان ولا نفعه فينفعوه إلهي إني واحتران أضومه مجار كران أو مركا ينفع جود جارسيان بل هو الضار النافع المعطي المانع إلهي أسجع النافعة أو ما أنت أسجع أنفعتك أسجع أيانا دب سبحانه وتعالى أسجع أياه وحسية أسجع أنا وحديدة طبعا توحيد كيسيدة دكسونتين مسألة معناها سدحاد وحوي عزة القهر والغلبة لكل الكائنات إلهي كائنات كورن أما مخلوقات كو إذ الكل جود
asaga ayaa ka adag asaga ayaa qasbiya wixii asagu uu doonaya ayaana ku fula subxaanahu wa tacaala fahiya kulluhaa maqhuuratun lilaahi khaadicatun licadamatihi munqaadatun liiraadatihi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay u dullaysan yihiin meeshuu ilaahay u wajaho meelan ahayn oo u jeesa karaana ma jirto famacnaa fajamiicu nawaasi almakhluuqaati biyadihi makhluuqaadka oo idil foodoodu gacanta ilaahay bay ku jirtaa subxaanahu wa tacaala sidoo asagu uu doono ayuun ugu tasarufaa wax dhaqaaqi kara ama tasarufi kara oo tasarufkiisa ka bixi karaa ma jiro ilaa ilaahay quwad intuu siiyey iyo xeelad intuu siiyey ayaga mogi iyo idanku asagu u idno subxaanahu wa tacaala famaa shaaa allahu kaan waman lam yashaa lam yakun walaa xawla walaa quwata ila biاllaahi alcaliy alcadiim alcizatu fi lqur'aan marka cizada qur'aanka markii la fiiriyo ibnuljawsi markuu ka hadlay wuxuu yidhi qaala bacdu almufasiriin alcizatu fi lqur'aani calaa alaaثatu awjuhin cizo kasta oo qur'aanka soo aroortaahay saddex midkood ayay ku timaadaa wejih axaduhaa alcadama weynida wa minhu qowluhu tacaala waqaaluu bicizati fircawna inaa lanaxnu alghaalibuun bicadamati fircawn ayaga fircawna markaa la weynaa saxaradiisii sidaa darteed waxay yidhaahdeen bicadamati fircawna inaa lanaxnu alghaalibuun qaala ibliis markii uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku caasiyey oo ilaahay ballan ugu qaaday inuu naarta ku rido isagii wixii raaca ilaahay buu haddana ku dhaartay wuxuu yidhi qaala fabicizatika laugwiyannahum ajmaciin cadamadaada iyo weynigaagan ku dhaartay dhammaantood waan baadiyeyn buu khalqigaaga oo idil dabcan intuu ka soo reebay moogiyey suurat asaad midka labaad almanaca kii horeta alcadama u ahaa kan labaad almanaca waa alquwa sida ilaahay qur'aankiisa subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay ayabtaquuna cindahum alciza faina alcizata lilaahi jamiican munaafiqiinta markuu ka hadlay waxay doonayaan daa'iman quwo iyo xoog iyo reebitaan ayay ka raadinayeen gaalada munaafiqiintu marka sidaa darteeda waxaa qur'aanka markay soo aroorto ay faa'iideynaysaa almanaca waxa la yidhaahdo ama reebitaan ama daafac waxa la yidhaahdo ayay faa'iideynaysaa tan saddexaad ay soo aroortay sida ibnuljawsi ku tilmaamay waxa weeyaan alxamiya ama alanafa ama takaburan ay isweynaysiiyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa waa iyadana ku keenay waidaa qiila lahu ittaqi illaaha akhadat alcizatu biاlإثm haddii la yidhaahdo war ilaahay ka baq kor buu isu qaadaahoo anafa iyo xamiya ayaa gasho oo waa iska weynaysiiyaa xaqa markaa suurat albaqara sidii soo aroortay bal aladiina kafaruu fii cizatin wa shiqaaq suurat asaad aayadda labaad sida soo aroortay kufaartu waxay ku sugan yihiin isqaadqaad iyo kibir bay uga sugan yihiin qur'aanka uga sugan yihiin cizadu way noqon kartaa marka ammaan wayna noqon kartaa cay haddii ay la xiriirto ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisii mu'miniinta hadday la xiriirto cizadaasi waa cizo ammaan ah daa'iman waana baaqiyo ayada ayaa xaqiiqi ah ciza alxaqiiqiya ayaa la yidhaahdaa cizada kaafiriinta cizo lama yidhaahdo maanta isqaadqaadka isqaadqaadan ama ameerika kor isu qaadqaada ama wixii la xiriira kor isu afuufaan cizo lama yidhaahdo waa tacazuz weeye qur'aankuna ilaahay ku caddeeyey subxaanahu wa tacaala wahiya fi lxaqiiqati dullun markii la fiirshana waa dulli weeyaan iyo ihaano sida qur'aanka uu caddaynayo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu cizin laysa billaahi fahuwa dullun cizi kasta oo aan ilaahay dhinaciisa ahayni waa dulli buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaa darteeda aayadda qur'aana wattakhaduu min maqaami ibraahim wattakhaduu min duuni illaahi aalihatan liyakunuu lahum cizan ilaahay subxaana wa tacaala suurati maryam wattakhaduu min duuni illaahi ilaahay sokadiisa waxay ka samaysteen aaliha liyakunuu lahum cizan inay cizi u ahaadaan ayaga xaqiiqatan cizi uma ahana waa dul liyatamanacuu bihim min alcadaab inay cadaabta iskaga reebaan darteeda sheikhu sharbaasi ayaa tasaa'ulaad marka ka jeediyey ishkaalkaasoo kalayto wuxuu yidhi sidee ku noqon kartaa cizada marna in ilaahay loo tiiriyo asaga iskale la yidhaahdo marna mu'miniinta loo tiiriyo faina alcizata lilaahi jamiican in la yidhaahdo marna loo tiiriyo la yidhaahdo walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin ishkaalkaa sidee baa loo daaweynaya hadduu asagu cizadoo dhan iska leeyahay marna rasuulka iyo lagu daray mu'miniinta sidee bay arrintaasi ishkaalkeeda loo xallinaya taa waxaa looga jawaabay inaanay isdiidaynin labada aayadood inaynay isdiidaynin maxaa yeelay ciziga oo idil kulligiis
oo ilaahay oo rasuulkiisa siiyey iyo muuminiinta uu siiyey xaqiiqadiisa mulkigeeda waxa iska leh ilaahay baa iska leh subxaanahu wa tacaala marka wuxuu ilaahay mulkigeeda isagu iska leeyahay ayuu ayaga ku deeqay oo siiyey laakiin xaqiiqda ilaahay baa iska leh subxaanahu wa tacaala ilaahayna asaga ayaa abuurtay cizigaas asaga ah وعزه سبحانه وتعالى هو المصدر لكل عز عزك إلهينا أسقى أيا سلدقوا أما مصدر وهو ماشي كصوبح أسقى عز أويد الكل جس ومن ثم يكون عز الرسول والمؤمنين عزك يا الرسول كمؤمنين مستمد من عز الله عز وجل عزك إلهي أيو لحريرا مركا أيو ميد إسكالي ما هو ميد إلهي سيو أسقى كديق سبحانه وتعالى لكن أيو ما أنا سميسنين فالعز كله لله على هذا المعنى عزك أويد المركا إلهي بإسكالي سبحانه وتعالى والعزة التي عند الإنسان لا تكون فضيلة عزك أو بني آدم كاكتساء هذا من نقنية فضيلة أما شيء لقو أمانه من نقنيه إلا إذا استظلت بذل الله عز وجل إلى إلهي عزك أي قيب كوضته أما هو سيسان يسموه لقمة المامك عزك بني آدم كأي وتان إنه عزيه مرهدان إلهي لحرير سبحانه وتعالى يعني الروح إلهي أو عزيه أي عزة إسكاله روح إلهي أو إهاني سنة وإهاني سنة مركي لفيري عزة كفار تمركي لفيري القرآن كالقو صوت المامي بل الذين كفروا في عزة وشقاق تعزز ويه لكن حقيقة مركي لو فرشوا ذل ويه لأنه وحانا ولهين قفرات سنة أما أسقوا اسكدية إنه هلويان مركا واستعارة وكلا تتوب العارضة ويحل اللي يشتروا وكلا توي هذه درى أظن لهين قفات كسوق قادته أما الذهب أنا لهين قبر كلا كسوق قادته وأكو حرقاته حقاير لكن يدو اسكمل كذا اللوجع عشان يسمع marka waxa la wax ciziyo bani aadamku ay haystaan kulligood oo dhan waa caara weeye waxa iyagu iska leeyihiin ma aha markii la fiirsho وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم هدي لي ور إلهي كبق وحا قبته كبر إسقاط قاد أيا قابته قفكي قال كاها كل ذلك ليس من العز الحقيقي في شيء انت سو إذا العز إلهي وحبكم لها آيات كان شيخنا من كسوار وري مركا إنه نمانو إن شاء الله وحنو باهنا قفكي وقتي إلى لنا إنه هذه يشار لي حسوسيه كو وحين نري العزة من صفات الله عز وجل مركا وان كلا قاضينا إن شاء الله ما دام إلهي إسكالي هون العز كله من صفات الله عز وجل عزته وين نقول كرتامد للحرير حكمة إلهي سبحانه وتعالى قرآن كمر كان فيريي ونقضى لقول نقضي عزته وحيوقع بسمتهاي انت إلا حريرته إن نساو كلا قاضو إن إلا حريرته حكمة إلهي سبحانه وتعالى مركا تاين سو قادنا إلهي مركو كهذا نبي الله إبراهيم يا إسماعيل وأي بيت الله الحرام أي ديسين وإلهي أي ويديسين إنه عمل كودا أقبله ومركا دعيستين لودو كو دعيستين المسلمين كردقوا وإلهي سبحانه وتعالى كتوبة أقبله إلهي وحي ويديستين إنه إلهي أمده كسو ساره رسول كتابك إلهي كدو الأقرية أو برا كتاب كاسي أو حكمة دي أكردية أو كفرقي قال نمدي معاصدة كطهيرة مركا إلهي وحول حريري حكمة ديسي يعزق سوس لحريري وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم انت أذا كرية كلك عزة إلهي إيه حكمة إلهي أو إصلاح ريده أيتو سنيسا إلهي مركو دتك مؤمنين تافري كل جود إني كفرك كعرران إسلام نماذا قلان أو قدق عداودي الشيطانك يينا نو دين تكفد ناينين وفتنة قالوا ما أنت مسلمين تأيكو هيان دين تكفد ناينيان إني كعرران فتنة قالوا كعرران عدو إلهي فتنة دي سيني كعرران أولهم إبليس ويو البشر انتبه إلهي وحكوس وختم آيات داسي إنو العزة إلهي حكمة إسلاح حريري يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم بمعنى آخر هدي يقفك كتابك إلهي أو ديدو وحقك سهر جيستوى تهديد ويان هدي أدلي حتى مركو حق إلين يمت وكتابك إلين سوق جاري
وطريق كفر قال لما أترعدان واحد وقاتن إنه إلهي عزيز سبحانه وتعالى وأذنك إذا عقاب كريو حكمتي سنة سيدا كينيسو مركو إلهي كهذي أحكامته خمرقة مركو كهذي يميسرك إيو ما أنت ماركيسا أقونت حالكو مركو إلهي كهذي سورة البقرة إلهي سبحانه وتعالى وحكوس وختمي آيات داس يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم هدي دتكو أحكامتا إلهي أي فلون وايان وأي إلالين وايان سيد وحو إلهي الريب وايان وحو إلهي دردار ما إن لون حرسنا يدر أي كل دقائق وايان هاو قادن إنه إلهي عزيز يهي إلهي إنه حكيم يهي سبحانه وتعالى قبله لفره مركو كهذا قويس كأحكامته مركو كهذا لي قبل ما أنت ماركيس لفره شرعي وحو كل لازمي إني صدح قرآن سكتو صدح حيض إني سكتو أي قرآن ككل لازمي معها كيفية أو اختيار أماه ما أنت لفره يا قلبت اللي جورسنا يا معها سيدا ما أنت اللي قاعد يا شيء ودتك قاعد يا شيء معها وحويا إن للسجو أما ما أنت ماركيس أحكامتها إلهي سبحانه وتعالى وجدي اللي قد رقمه والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء بير الله سبحانه وتعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولذلك المرأة المسلمة ومؤتمنة ما في رحمها وحي الرحم كذا كسغن إن قرنين أو شاكتو ومؤتمنة أيضا يو إلهي أمانة ذا أدي بي مركز سيدا درت يدو كيري هدي أيتهي إلهي تير رميسيني مالنتا قيامة وعذابك إلهي يكبغ يسوي الرحم كذا كتير يعني قرنين وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم أحكام تاسويد الوحي أباهن تهي سيدا إلهي أسود جئين لا إلاليو هذي إلال وايان ويكون دقائق وايان هاو قادن إله إلهي عزيز يهي حكيم أو يهي في نفس الوقت إلهي سبحانه وتعالى وحو كلتو سواروري هوين كلا قدنتو سيدا سو كليتو أيقنا ما أنتم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم أحكام تاسو إذ الإله ساسو لسو أروريي سيدو كليتو التوحيد كحقيس إلهي وكد بحر سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم مركي إلهي أو يدستو يري إله وتوسي سيداد واحد أنت أسوانو ليسو أو كير ميانات رمين إبراهيم إله ورميب لكن قلبي كان دون يعينه حسل بوير إلهي وحوش يا طريقته كوارك لها آيات داسو ختم آياتنا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم إلهي سبحانه وتعالى سيدا يوسروري مركو إلهي كهذا سبحانه وتعالى سماوات كان يا أرضا دحدة إن إلهي وحبك قرصونين آيات داسو إلهي سبحانه أو رحم كدتك أو كسوري أصبو عد قوة هلي كرتا أما أود دالي أما إرادة دالي أون إلهي مجرت سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بور إلهي سبحانه وتعالى في سورة آل عمران إلهي موجي عدك ليتو أو رحم كدتك كسوري كرتا أما كو أبوري كرتا مجرتو إلهي أم بأود إسكال عزك أسقى لقدرة أسقى إسكاله حكمة دي سنة سدا أيه كانتي توحيد كاسو صعود النفط جيده شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إلهي سداس أيو سوروري أيضنا يعني إلهي وحمر خاتك عي إلهي مو إله كلو حق لقو عابدائنا نجرين ملائكة إلهينا سداس أي قرين أهل العلم كان سداس أي قرين أيقو عدالك تاغن إلهينا وعزيز سبحانه وتعالى وانا حكيم نبي الله عيسى أبو رتان كيسي أو معجزة مركي لفيريو يا نبي آدم أبو رتان كيسي أو معجزة آيات كذا مركي لسوك حيي إلهي سبحانه وتعالى آيات داس أيوكو ختمي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إلهي سبحانه وتعالى آيات سيكسو ختمي مركي يمادين نصارى ذي هير نجران والنبي يسوق صبحين أو يركالي أن هبارتن إنكني كتاجن ظلمك والنبي عايش أو فاطمة الله صبحي وحسن حسين أو سيدو علينا أو الله صعده هل كاس يكو أغريي مركو سيدا صبحنا جدال بيعرنا ما يقبلنا وحي يراهدين والله وجوه صبح ذي هدي ما أنت أو نهبار آن مدنا جهرينين مركا جدال بيعررين إلهي عزتي ساسقا إسكال سبحانه وتعالى حكيمنا وما جعله الله إلا بشرى مالك بدر آيات يد السلاس إلهي كسو ختمي مركي ملائكة إلهي سبحانه وتعالى وكسو كرديي منتي غزوة بدر الكبرى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم بور الله سبحانه وتعالى إن ملائكة لكسو كرديو أيقو يرمان كاسي oo muslimiintu ay ka yeerihiin kufaarta 300 ay muslimiintu yihiin gaaladuna 1000 ay gaareen ciidanka ay hubka haystaan aan u dhigmin midka kufaarta ilaahay malaa'igna uu ku soo kordhiyay asaga cizadaas leh xigmadiisuna asaga sidaa keentay sidaas oo kaleeto waxaad arkaysaa aayaadka soo arooray markii kufaartu ay aayaadka ilaahay beeniyeen ilaahay subhanahu wa ta'ala cadaabka inuu galiyo kufaarta aayaadka ilaahay beeniyeen waa siday maanta ku taagan yihiin maanta waxay isbideen inay sareeyaan sidii shalay isu bideen inay sareeyaan nabiga markay la dagaalamayeen laakiin ilaahay wuxuu leeyahay innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab inna allaha kana azizan hakima ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu hadba hilibka ka dhigo oo naarta hilib cusub u saaro oo ku xanuujiyo ku gubo quwadaas iyo cizadaas ilaahay baa iskale subhanahu wa ta'ala xikmadiisuna asagay sidaa keentay aayadaha kaleeto maanta markaysa markii kufaarta ilaa yoomina hada riibada ay ku sugan yihiin iyo shakiga ay ku sugan yihiin ilaahay baa ku rigay fi qatl Isa aw qadiyat iddaa qatl Isa alayhi salam ilaahay wuxuu ku yiri subhanahu wa ta'ala wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn maryam rasul Allah wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum ilaahay subhanahu wa ta'ala xigmadiisa ayaa keentay markay goosteen inay rasuulkii ilaahay dilaan ilaahay inuu u sameeyo shabah inuu u sameeyo oo qof kale ta lagu dul rido masawirkii nabiyullaahi ciise in qof kale lagu dul rido oo marka ayagii ay ku qancaan waxa ay dileen inuu ciise yahay ilaahayna ciise uu ka dhaxsaaro subhanahu wa ta'ala shakigaana way ku sugnaanayaan ila ciise uu ka soo noqdo ama qiyaam saaca wa qawlihim inna qatalna al-masih ciise ibn maryam rasul allah wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum wa inna alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بير الله سبحانه وتعالى حقيقة ما أنا يدلنن لكن مصور كي نبي عيسى متكلة اللوغردي يهودا اللوغردي سيدا درتي إذا كاس يدلين بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما انت إلهي إنو دبرو عيسى لقا قاده أيقنا لقوقا عسيين عيسى دلان وشكي قال لقردو إلهي بأودا إسكال سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى الرسوشة markii nabi maxamed tasliyada lagu sameeyay isla suurada nafteeda ilaahay wuu soo arooriyay aayadaas oo waa lagu khatimay inna awhayna ilayk kama awhayna ila nuuhin wan nabiyina min ba'di wa awhayna ila ibrahima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yaquuba wal asbaat wa ciisa wa ayyuba wa yunus wa haaruna wa sulaymaan wa atayna daawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum alayk min qablu wa rusulan lam naqsushum alayka wa kallama allahu musa taklima رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما إلهي أسقى سيدا سوجده سبحانه وتعالى إنه إنت رسول صادره أزمنك لجديسا يا أوقاتك لجديسا أذيقنا لغو صادر النبي محمد وأذيقا أقدم بيه إلهي عزدي سيدا كانتي حكمتي سنة سيدا سيكانت سبحانه وتعالى أحكام تمركي لسوء أروريي توق يتوقت إن قعنت اللجويو أيو إلهي قرآن كيس كسو قرير سبحانه وتعالى مركي أي عقوبة أيجو أي قلب صدان إن لقل حنين هدي لفلو واينا إلهي إنه عزيز سبحانه وتعالى أو عقاب كاسو فلين كريو حكمتنا أولي هي
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وحسوا أروري آيات كاسو كليتو مركو كهد لي عيسى نفتي سقد يديس وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم بيقول الله سبحانه وتعالى. نبي الله عيسى مركو كبر النقضي عابدتان كأيمان تعابديان لا تاغيهين إليهين عيسى وإله إلا تاغيه حفريض إلا تاغيهين ما لنتقي محكمة دا سادع دونته نبي عيسى نجب جبدي سهلك سويس تاج دونه إن تعذبهم فإنهم عبادك هذا العذاب يسد أذيك أضومها جيهين هذا العفين يسدنا أذيك أي أود حكمة إسكال سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إلهي سبحانه وتعالى في سورة الأنفال مركو سوار وريني سيدا سوكاليتو أيو سوار وري مؤمنين تربات مركو كسبنايين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم بيقول الله سبحانه وتعالى. وقتي أي قرقارك ويدي سنيين إذ تستغيثون ربكم وقتي قرقارك ربي ويدي سنيسان وإلهي إذن أجيبي سبحانه وتعالى إنه إذن كسو كرديي كن ملائكة كمدة أو ليس صوفا قليي أما ليس صور راعيي وما جعله الله إلا بشرى تانا إلهي كميل إلا بشارة موقي إيه ولتطمئن به قلوبكم قلوبتنا إني حاسسوا سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله النصر أو إذن يقرقارك إلهي حقي سوكي ماذا إن الله عزيز حكيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض إسلا سورة نفت إذا سورة الأنفال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. روحي إلهي تلسارت سبحانه وتعالى وأساق كتير سده إلهي قوة وكدافع عن واليه سبحانه وتعالى حكمة دي سنة أساق أيا أكسدا أي كينيسو سيدو كليتو إلهي سبحانه وتعالى سورة الأنفال نفتي جيده آيات كي أهادتك إن ليسو كانوا أولا مدايو أمد أود أي بني آدم كأود إليهم كلية معه أود أو إلهي إسكاليه سبحانه وتعالى ويان يعني النبي عليه الصلاة والسلام وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إن صحابة سيد الله سوى كل ميو وقلبي قوة دين تلسوكو صدمه ويو كفر كتير لسواك لك حيو إلا لقدقو هل فرقاه كلي لقدقو إلهي بأود إسكال سبحانه وتعالى. ما كان للنبي أن تكون له أسرع حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يعني إلهي وحوليه سبحانه وتعالى النبي وما هانن إنه أسرى سمايستو دقالك يقوه الرئي بدر مركي أيد عضي حتى يثخن في الأرض إلى النبي قاسي وارضا كحرقتيو قالوا دون أو كتجميديو أو كقلجيو إنه مانتا أو سمايستو كوا أسرى ما هانن تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. أدنكنا حولا يفيدية كدوني سنة كقادتان تكون حوقيستان إلهنا آخر دوني سبحانه وتعالى والله عزيز حكيم. ولذلك إلهي سبحانه وتعالى وحدكم بحثتين بلليه لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. سورة محمد آية سواء رورتي وتخيير كأيو إلهي سبحانه وتعالى كعفيي وإلا وحبايد كدع لها أيا اللقوير سيدو كريتو إلا تنصروه سورة البراءة أما التوبة إلهي وحكوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلهي أسجع يا كدجي كلمة كفار تتيه صيد دائما كلمة مسلم إسلام كان أسجع كدجي تيسر رئيس دائما
إلهي كلمة دي سأساك كدقى تيسر رئيسة وكلمة الله هي العليا وهو القرآن العظيم كلمة كفار تنتيه هو سيد اللي تأساك يا كدقى إلهي حكمة دي أود بأولي هي حكمة دي سنة سيداس أي كانتي